عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التوجيه الجامعي التونسي. اليوم باش نحكيو على التلامذة اللي نجحت في بكالوريا 2024، باش نحاولوا نشاركوا معاكم معلومات مهمة لازم كل الناجحين يعرفوها. بعد النجاح في البكالوريا عنا التوجيه الجامعي، واللي هو من خلاله باش نعرفوا وين باش نقراو بعد البكالوريا، مدة الدراسة، والأهم شنو هو الاختصاص اللي باش نختاروه. دونك التوجيه الجامعي مضبوط بمواعيد معينة، اللي المواعيد هذه نلقاوها على سيت orientation.tn. دونك هذا هو سيت orientation.tn، ولهنا نلقاو المعلومات اللي باش نحتاجوها وبعض من المواعيد اللي موجودة لهنا. أول موعد نجم نلقاوه اللي هو الحصول على كلمة العبور، اللي هي مود باس. المود باس هذه باش تصلح لنا وقت اللي نجيو نعمروا ورقة الاختيارات. دونك الحصول على كلمة العبور بالنسبة للناجحين 2024 تبدأ من 27 جوان 2024 بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية، وبالنسبة للناجحين في دورة المراقبة الحصول على كلمة العبور يبدأ من 19 جويلية 2024. من بعديك نحكيو على الصيغ الإجمالية، يعني لي سكور. السكور متاعك والترتيب متاعك على حسب الشعبة اللي انت فيها يبدأ من يوم الخميس 18 جويلية، وكذلك فما منشورات تهبط في الأوقات هذيك أو قبل الأوقات هذية، نجموا نبعثوا SMS ونتحصلوا على المعلومات هذية يعني قبل ما تكون موجودة على السيت. إذا عنا أخطاء في المعطيات متاعنا نجموا نصلحوها في الموعد هذايا، ومن بعديك نبدأ نحكيو على التوجيه أو بطاقة الاختيارات. بطاقة الاختيارات يتم تعميرها على حسب الدورة اللي انت تنجم تشارك فيها. خلينا نفهموا ايش معناتها الدورة وشنية الدورة اللي أنا نجم نشارك فيها. دوك هنا عنا كالندريي فيها دورة المتفوقين، الدورة الرئيسية والدورة النهائية ومطالب إعادة التوجيه. دورة المتفوقين تهم التلامذة المتفوقين اللي نجموا يشاركوا في الدورة هذه، والشروط هذه نلقاوها موجودة في الدليل الجامعي وقت اللي يهبط. في الوقت اللي أنا نصور فيه الدليل الجامعي ماهوش متاح مازال، دونك في الدليل هذا تلقاو الشروط اللي نجموا نشاركوا فيها. دونك الدورة هذه تهم المتفوقين. الدورة الرئيسية واللي هي الدورة اللي معظم التلامذة الناجحين في البكالوريا نجموا يشاركوا فيها. الدورة الرئيسية مهم برشا انه نعرفوا انها تهم الناس اللي ناجحين في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة كذلك. يعني الناس الكل كيما دورة الرئيسية كيما دورة المراقبة يشاركوا في نفس الدورة للتوجيه. وكعلاش الدورة الرئيسية تبدأ 23 جويلية، يعني بعد ما توفى دورة المراقبة تطلع النتيجة اكسترا. معظم التلامذة تشارك في الدورة الرئيسية اللي هي تبدأ في 23 جويلية وتوفى 27 جويلية. الدورة النهائية اللي هي تبدأ في 2 أوت وتوفى 4 أوت يشاركوا فيها التلامذة اللي ما تحصلوش على توجيه في الدورة اللي فاتت. يعني الدورة النهائية إذا أنت ضيعت التوجيه متاعك. مش معناتها ضيعت التوجيه، معناتها ما صارتش لافيكتاسيون متاعك في حتى اختصاص، يتسمى هذايا انك ضيعت التوجيه متاعك. دونك دورة نهائية تخص اي شخص ما تحصلش على توجيه. يعني اذا انت تحصلت على توجيه في الدورة الرئيسية ما تنجمش تشارك في الدورة النهائية. الدورة النهائية تهم كذلك التلامذة اللي ما شاركوش في التوجيه، مثلا فات موعد التوجيه وانت ما عمرش الاختيارات متاعك، او انت كذلك عمرت ورقة اختيارات أقل من 6 اختيارات، دونك الورقة متاعك ملغاة وما تتحسبش وتتعدل الدورة النهائية. باهي الدورة النهائية إذا أنا ما نشاركش في الدورة النهائية وأنا ما عنديش توجيه، أو أنا كذلك ضيعت الدورة النهائية واخترت حاجات أعلى من السكور متاعي في الدورة النهائية، لهنا يصير توجيه آلي. يعني اوتوماتيكمون تصير لافيكتاسيون متاعك لأي اختصاص مازالت موجودة فيه طاقة استيعاب. وبالتالي في الدورة النهائية التلامذة الكل ناجحين في البكالوريا يخرجوا بتوجيه جامعي، سواء باختيارهم هما وإلا توجيه آلي لأنهم هما ضيعوا التوجيه متاعهم أو ما حسنوش الاختيار أو ما شاركوش أصلا في التوجيه الجامعي. من بعد كده نلقاو مطالب إعادة التوجيه. مطالب إعادة التوجيه تهم طلبة الكل اللي يحبوا يعملوا إعادة توجيه. مثلا إذا أنا سكور متاعي مثلا 130 وشاركت في الدورة الرئيسية واخترت اختصاص معين، وفي الاخر الاختصاص هذاك اخر موجه ليه مثلا 130 سكور متاعه او 129، وانا سكور متاعي فوتو وما اخترتوش، ولو اني فقت مؤخر اللي انا نحب نمشي للاختصاص هذاك.
في الحالة هذه نجم نشارك في دورة إعادة التوجيه باش نختار الاختيارات هذه ونصلح الأخطاء اللي قمت بها. كيف مطالب إعادة التوجيه تجم تهم الناس اللي عندها ظروف اجتماعية خاصة، تجم تهم كذلك أصحاب المواهب. نحن ماذا بينا ما نوصلوش أصلا نشاركوا في دورة إعادة التوجيه، لأن الدورة هذه يعني مش لابد أنه السكور متاعك يفوت أو أنت تعمل على مطلب تبع الظروف الاجتماعية اكسترا. ماذا بينا نحاولوا أن ننشحوا الاختيارات متاعنا من الدورة اللي نجموا نشاركوا فيها، وبالتالي من تعداوش للدورة هذه، لأنه مش أكيد 100% أنهم يقبلونا في الاختصاص اللي احنا نحبوا نمشيوا له في إعادة التوجيه. إذن كل دورة لهنا مضبوطة بموعد معين، وكذلك النتائج متاعهم تكون موجود المواعيد متاعهم لهنا. مثلا الدورة الرئيسية توفى في 27 جويلية آخر أجل، والنتيجة متاعها تكون في 2 أوت، يعني تقريبا بعد أسبوع تطلع النتيجة. دونك لهنا حكينا على مواعيد التوجيه، ولكن لهنا كذلك عنا معلومة أهم من المواعيد اللي هو الدليل التوجيه الجامعي. كيفاش أنا باش نختار الاختصاصات وكيفاش باش نعمر بطاقة الاختيارات. لهنا نحكيو على الدليل التوجيه الجامعي اللي هو باش يكون متاح من الرابط هذايا. كما قلت لكم هو توا مش موجود قبل ما نبدأ نصور. دوك لهنا نتعداو نحكيو شوية على دليل التوجيه الجامعي. مثال من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2022 مثلا. الدليل التوجيه الجامعي يكون فيه برشا معلومات لازم نتعداو بها ونقرأوها، منها اش معناتها التنفيذ الجغرافي، اش معناتها الصيغة الإجمالية، كيفاش نجمو نحسبوا سكور متاعنا، وين نجمو نلقاو الجامعات اللي نجمو نقراو فيها على حسب الاختصاص اللي احنا نحبو عليه، شنية الكارت اودينار جون وعلاش نحتاجوها اكسترا. نبداو بأول مجال يكون موجود في الدليل التوجيه الجامعي، الأداب واللغات والمراحل التحضيرية الأدبية. نلقاو في الدليل الجامعي متاعنا الإجازة، الشعبة، المؤسسة والجامعة، التخصصات، الرمز، نوع البكالوريا على حسب النوع البكالوريا متاعنا، صيغة احتساب مجموع النقاط. وهنا نقول لكم اللي فما صيغة إجمالية اللي هي نحسبوا بها سكور متاعنا، وكذلك فما صيغة خاصة بالإجازة أو الاختصاص اللي نحن نحبوا نمشيوا له. نلقاو فيه لهنا مثلا السكور متاعنا بلوس العدد في مادة العربية، أو السكور متاعنا بلوس مادة أخرى نجمو نلقاوها كما لهنا مثلا إنجليزية. ونجمو نلقاو الحروف هذوما نلقاهم مفسرين في كتاب الدليل التوجيه الجامعي. هذايا إكزامبل متاع سنة 2022، وكل عام يكون موجود دليل جديد فيه المعلومات محينة. كيف كما قلت لكم لهنا في سيت l'orientation.tn نلقاو رابط باهي برشا نجمو نستعملوه اللي هو مجموع نقاط آخر موجه للسنوات الفارطة. وكلهنا نجمو نلقاو على حسب مجالات الاختصاص نلقاو ورقة فيها كومباريزون ما بين السكورات متاع كل عام. ولهنا كيف لازم ننبه اللي في دليل التوجيه الجامعي مثلا متاع سنة 2024 لهنا عندي اكزامبل 2022 السكورات اللي باش نراوهم قدام كل اختصاص هو سكور متاع اخر موجه متاع العام اللي فات. يعني اذا احنا في 2024 لهنا باش نلقاو مجموع اخر موجه لسنه 2023. يعني نحن نعرفوا العام اللي فات اخر واحد قبلوه في الاختصاص هذايا كان سكوره مثلا 158. السكور هذايا مش معناتها انا اذا سكوري 101 معناتها 100% باش يقبلوني في الاختصاص هذايا. علاش؟ على خاطر هذايا السكور متاع العام اللي فات. السكور متاع سنة يهبط بعد كي الناس الكل تتوجه وتوفى طاقة الاستيعاب يعني المسموح بها، وتتوجه الناس الكل وقتها نجموا نعرفوا آخر سكور تاع آخر موجه للسنة اللي نحن فيها. دونك علاش يصلح مالا كي هو السكور هذايا متاع العام اللي فات؟ السكور هذايا هو مؤشر تقريبي يعاوننا باش نعرفوا اسكو سكور متاعنا قريب ولا بعيد من الاختصاص هذايا، مش ما نعملوش اختيارات عشوائيه. مثلا انا سكوري 100 ونجي نختار اختصاص اخر موجه ليه العام اللي فات 160، يعني السنه تقريبا مثلا اذا العام اللي فات كان 160 يعني تقريبا العام الجاي ما ينجمش يكون 100، يعني 160 بعيده برشا على 100. ولكن كيفاش نجمو نعرفوا اسكو سكور باش يطلع ولا باش يطيح؟ باش نحاولوا ان نستعملوا المعلومات هذه ستاتستيك متاع السنوات 2021 2022 و2023 باش نعرفوا قداش قاعد
يتغير السكور من عام لعام. ملاحظة لهنا في ورقة 2024، يعني في الورقة هذه يعني تقريبا يمكن فما خطأ صغير لهنا في 2022 و 2021. السكورات لهنا نلقاهم كيف دونك فما في شيء آخر نجم نلقاهوه صحيح اللي هو تطور مجموع نقاط آخر مواجهة للسنوات الثلاث الأخيرة على حسب الجامعة، مش على حسب مجالات الاختصاص. دونك على حسب الجامعة، على حسب الجامعة نلقاو لهنا سكور صحيح. بيان سور تنخلي لكم في الديسكريبسيون لي ليان متاع كل دليل جامعي متاع 2021 2022 و 2023 باش نجموا كذلك تتصفحوهم وتشوفوا السكورات متاعهم، تتثبتوا من طاقة الاستيعاب، لأنه تنجم تختلف طاقة الاستيعاب من سنة لسنة، وهذا اللي ينجم يفسر علاش السكور يطلع وعلاش السكور يهبط. ولكن من أهم الحاجات اللي تفسر كذلك تغير السكورات اللي هي توجه الطلبة. يعني إذا الطلبة تتوجه لاختصاص معين في السنة هذه أكثر من السنة اللي فاتت، يعني طبيعي إنه يكون السكور يزيد يطلع، لأنه أكثر طلبة متوجهة لها. وكذلك حاجات أخرى تكون مرتبطة اللي هي قديش تلامذة يعني جايبين سكورات مخير. يمكن السنة هذه مثلا تكون سكورات متاعها الطلبة نوعا ما جايبين سكورات مخير من العام اللي فات، دونك عادي إنه سكورات باش تزيد تطلع، والعكس صحيح كذلك. ملخص الحديث انه في شيء هذايا نجم يعاوننا انه نشوفوا بار اكزومبل تغير سكور من سنه لسنه. مثلا في 2021 سكور اجازه في العربيه في كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بتونس كان 158، العام اللي بعده ولا 98 فاصل، و2023 ولا 95. يعني لهنا نجم نشوفوا اللي سكور قاعد يتيح بزوز نقاط وبعد زوز نقاط ونص. يعني لهنا نجم نقولوا معدل التغير متاع السكور هذايا ينجم يكون ماكسيموم 3 نقاط. يعني هذايا كله مؤشر تقريبي ينجم يعاوننا باش وقت اللي انا نجي عندي سكور مثلا 93 نجم نقول اللي 95 هذايا السكور هذايا نجم يزيد يخلط يطيح ل 93. او اذا انا سكور متاعي مثلا 100 نجم نقول اللي سكور هذايا قاعد يطيح طاح ل 95، نجم في غالب الاحيان ما يفوتش 100. اذا سكوري 100 نحط الاجازه هذيا ونكون عندي خليني نقول مسافة أمان أني 5 نقاط، اللي في المجمل إذا يطلع سكور هذا نجم يطلع 3 نقاط. ولكن كما نقول لكم ديما مؤشرات هذه تقريبية اللي هي تعاوننا باش نرتبوا اختيارات متاعنا وما نختاروش حاجات كذلك بعيدة على السكور متاعنا. ولكن كيف نجم نلقاو اختيارات فيها تذبذب كبير برشا في السكور، كما بار اكزومبل نجم نلقاو مثلا لهنا إجازة في الفرنسية، مثلا العلوم الإعلامية العلوم التجريبية نلقاو مثلا سكور 119.8 بعد 119.4 وبعد نلقاو في سنة 2023 147. يعني قفزة نوعية في السكور ما بين 2022 و 2023، وهذايا ينجم يكون مرتبط كان بالعام هذاك، القفزة هذيك تكون نوعية يعني كان بالعام هذاك وينجم يرجع بعد في 2024 يرجع للسكور العادي أو ينجم يواصل في نفس السكور. وكعلاش كل ما كان التذبذب كبير برشا يعني نجم السكور يطيح برشا يا يواصل في النسق هذاك. وكعلاش حاجات اللي تتذبذب برشا ماذا بينا يعني ما نحطوش اختياراتنا الكل في سكور متذبذب، لأنه سكور هذاك كيما ينجم يقعد نفسه كيما ينجم يطيح ياسر، خاصة نحكي للناس اللي سكورها أقل من السكورات اللي باش تحطها في الاختيارات متاعها. التذبذب هذايا مش معناتها انه باش يواصل، ولكن تذبذب بارقام كبيره ب20 نقطه و30 نقطه. خليني نقول اللي الاختيارات هذوما فيهم اكثر ريسك لانه التذبذب نتاعهم صار طريقه كبيره برشا. خلينا نرجعوا لسيت لورينتاسيون. كيف من المعلومات المهمه اللي هي المستجدات اللي نلقاو فيها لهنا اخر المنشورات اللي تهبط على السيت ولازم نكونوا محيطين بها، خاصة انه فما مناشير تهبط باش نجموا نشاركوا بالاس ام اس باش نجموا نتحصلوا على بعض المعلومات اللي لازم نشوفوا المناشير هذه وقتاش تهبط باش نجموا نشاركوا فيها في الوقت ونكونوا كذلك ملمين بالمعلومات اللي نحن حشنا بها. دونك كيف عنا باج فيسبوك هذه التوجيه الجامعي لحاملي البكالوريا اللي نلقاو فيها كذلك المنشورات جديدة، نجموا نحطوا لها فولو ولا لايك باش نجموا وين ندخلوا الفيسبوك نلقاو اخر المعلومات موجودة. من بعديك بعد ما تصير عملية التوجيه نلقاو كذلك خدمات الجامعية، نجمو نحكيو على المنح على السكن الجامعي
على الإطعام الجامعي، على النشاط الثقافي والرياضي والإحاطة النفسية والصحية. دونك نجموا نلقاو الخدمات الجامعية من ضمنها السكن الجامعي، يعني نعرفوا وقت اللي نبدأ نقراو في الجامعة المعينة نجموا نشاركوا في الفويي في السكن الجامعي إذا السكن متاعنا الأصلي أو مقر السكنة متاعنا يكون بعيد 30 كيلومتر على الجامعة متاعنا، وبالتالي وقتها نجموا نشاركوا في السكن الجامعي. وبالطبيعة فما شروط أو فما ناس أخرى تنجم تشارك. نجموا نلقاو معلومات في الرابط هذايا، شكون ينجم يشارك وشكون ينجم يشارك في المنحة الجامعية اكسترا. ولكن مازال بكري انه نحكيو على المنحة الجامعية توا، لانه ما نحكيو على المنحة الجامعية الا ما يكون عنا تسجيل باحدى المؤسسات التعليم العالي. يعني لازم نكونوا ديجا نحن عملنا التوجيه الجامعي متاعنا وصارت لافيكتاسيون متاعنا، والمؤسسة دي لازم تكون مؤسسة عمومية، وفما بعض الشروط الأخرى اللي هي دخل السنوي الأدنى اكسترا باش نجم تتحصل على المنحة الجامعية والقروض الجامعية. إذن ما نحكيو على المنحة الجامعية إلا ما يصير التوجيه متاعنا والتسجيل بالمؤسسات، وكيف كيف ما يصير التسجيل في السكن إلا ما نكونوا سجلنا في الجامعة اللي نحن باش نقراو فيها، لأنه على حسب الجامعة اللي سجلنا فيها باش يكون السكن متاعنا قريب للجامعة اللي نقراو فيها. تسجيل في السكن كيف كيف باش يكون مربوط على حسب الجامعة متاعك. إذا الجامعة متاعك موجودة في الشمال فلهنا نحكيو على ديوان الشمال اللي هو باش يكون هو السيت اللي انت باش تتوجه له باش تسجل فيه في السكن. يعني إذا الجامعة متاعي موجودة في الشمال باش نمشي لديوان الشمال، إذا في الوسط باش نمشي لديوان الوسط، وإذا في الجنوب باش نمشي لديوان الجنوب. بيان سور الحكاية هذوما الكل تنحكي فيهم بالتفاصيل من بعد، ولكن الفيديو هذايا المهم انه نكونوا واعيين بمصادر الاخبار. orientation.tn السيت هذايا لازم نزوروه بطريقة دورية باش نجموا نعرفوا المعلومات اللي حشنا بها والمواعيد اللي لازم نحترموها. معلومة أخيرة قبل ما نختم الفيديو اللي هي شنو أنا مطالب أني نعمل كناجح جديد في البكالوريا 2024. كناجح جديد أنا ننصحك أنك أول حاجة تبدأ تقرأ الدليل التوجيه الجامعي، حتى ولو الدليل التوجيه الجامعي بتاع السنة هذيك مازال مهبطش. نجموا ندخلوا الدليل الجامعي بتاع سنة 2023 أو 2022 ونبدأوا نقرأوا الاختصاصات الموجودة، نبدأوا نفرزوا شنو ما المجالات اللي نحنا مغرومين بها، ولا شنو الاختصاص اللي نحنا نخموا إن نمشيو فيه. علاش تقريب يفصلنا يعني شهر قبل بداية عملية التوجيه في الشهر هذايا، يعني لازمنا نختنموا كل نهار باش نجموا نبداو نفهموا شنو احنا نحبوا بالضبط، خاصة للناس اللي مازالت ما عندهاش فكرة شنو الاختصاص اللي باش تمشي فيه، شنو الجامعة اللي باش تقرا فيها، شنو المسار اللي نحنا باش نسلكوه. خاصة لازم نعرفوا اسكو نحنا نحبوا نقراو مثلا إجازة كهو، نحبوا نكملوا بعد نقراو ماستر، ولا إذا نحبوا نعملوا سيكل انجينيور. دونك مهم برشا أن نرسموا المسار متاعنا ونبداو نفهموا شنية الاختصاصات اللي نحنا مغرومين بها ونحبوا نخدموها نهار آخر. دونك مهم برشا في الفترة هذه أن نكتشفوا دليل التوجيه الجامعي على الأقل الاختصاصات الموجودة، ونبداو نفهموا شنو هو التمثيل الجغرافي، شنية الجامعات الموجودة، قديش نقرأ من عام، شنية المواد اللي موجودة في كل اختصاص. ونجم كذلك نبدأ نشوف عباد قاعدة تقرأ ونسألهم وناخذ نصائح منهم. وبيان سور ديما نقول لكم الاختيار اللي باش تختاروه انتم اللي باش تختاروه، وانتم باش تقراو، وانتم اللي باش تخدموا الخدمة نهار آخر. ولكن كذلك خذوا بنصيحة الناس المجربة، وكذلك ما تيأسوش حتى ولو الناس تحاول انها تنفركم من حاجة معينة. دونك الحاجة اللي انت مغروم بها والحاجة اللي انت تحبها تنجم تبدع فيها وتنجم تخدمها وتنجم تصنع العمل متاعك نهار آخر وحدك. الاختصاصات اللي ما عندكش عليها فكرة وإلا ما هيش واضحة بالنسبة ليك تنجم تحاول تسأل عليها ناس تقرأ فيها وإلا ناس تخرجت وقاعدة تخدم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذايا، ونراكم في فيديو جديد إن شاء الله. بسلامة.